السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخوتي فنستمر. كما قلت لكم، لا تأخذ سورة بقرة وأنت يعني تقوم بأي ذنب. فأنت يجب يعني في مرحلة الاستغفار تكون يعني مدة مثلا شهرين أو أكثر، يعني وأكثر وأكثر. تكون أنت تمرس جيدا في يعني أنه إذا كانت هنالك ذنوب، يعني تكون بين كل سقطة والسقطة يعني يصبح في يعني مسافة. أنا أتحدث عن الأشخاص الذين هم مثلي، مسلوبي الإرادة، آخر شخص في المجموعة، الذي يعني بدون عزيمة قديما. فأنت الشخص يعني الذي تحسب نفسك سيئا ولا تستطيع التحكم في نفسك. فبالاستغفار تصبح مثلا أنت قديما قبل الاستغفار توقف الذنب. كلنا نوقف الذنب، وكلنا عندنا الإرادة، ولكن مشكلة أنك تعود إلى الذنب تقع، وهنا الإشكال. فأنت في مرحلة الاستغفار تصبح يعني الذي مثلا لم يجرب حتى يعني التوقف عن الذنوب، مثلا من مخدرات أو تدخين أو نميمة أو زنا أو زي بعض أو أفلام، لم يجرب. فأنت في الاستغفار تستطيع أن تجرب. ممكن أنك لا تحتاج سورة البقرة نهائيا. فسورة البقرة لتشرح السقطات لأشخاص يعني آخر مجموعة في الصف. فهمتوا يعني؟ إذا كان يعني كثيرا يعني ذنب مستعصي كثيرا، يبقى معك ذنب يعني مستعصي، يعني كما يقال يعني يجعلك يعني تستاء جدا من نفسك، يعني تصبح يعني تقول يعني أنا منافق أم ماذا؟ ما هو؟ هي لا، هو كثرة رجوعنا للذنب حتى قبل الاستغفار. و وأنت الآن تستغفر كذلك تسقط وترجع، فأنت هنا هذه المشكلة. فسورة البقرة ترجعك إلى الفطرة. كال يعني الزر الذي موجود يعني مثلا في الأجهزة الإلكترونية، يعني لكي يعيد ضبطه إلى المصنع. مثلا الهاتف تريد أن ترجعه إلى الحالة الأصلية، إلى الإعدادات الأصلية. سورة البقرة هي الكفيلة بأن تفعل ذلك. فأنت لا تستطيع أن تعيد ضبط الهاتف مثلا أو اليوتيوب أو يعني إعدادته وأنت تستعمله. مثلا عندما تدخل إلى الحاسوب وأنت فاتح الحاسوب وتريد أن تغير شيء في أي برنامج، ولكن أنت ما زلت فاتح ذلك البرنامج، هذا الإشكال. فأنت يجب أن تغلق البرنامج. يعني ليس أنت فاتح لبرنامج الأفلام الساقطة وأنت يعني كذا والتدخين وكذا، وتأخذ سورة البقرة وتقول يعني أنا أريد أن أشلح السقطات. لذا يجب أن تفهم. فهمت؟ إن شاء الله تكون يعني معلومة وصلت، لكي لا يعني الأشخاص أي شخص يعني يحسب بأن سورة البقرة خلاص يعني أي شخص يأخذها وهي يعني لا لا لا، هناك ترتيبات. إذا مثلا إذا أردت أن تصل إلى يعني الى يعني العطاء الجميل والى الطريق المختصر والى يعني كل شيء جميل والى ان يحبك الله تعالى، فيوجد يعني خطوات، يعني ترتيبات. فانت بالاستغفار ماذا؟ يصبح عندك قليل من التحكم. بعد التحكم ماذا؟ تصبح انت توقف الذنب. بعد ذلك الذنب ماذا؟ يصبح يوجد سقطات، ممكن توقف ذنب نهائيا لا ترجع له. فانت اذا كانت هنالك للرجوع ذنب مستعصي، هنا تجد نفسك بعد مدة. حاول أن تعطي نفسك مدة، يعني حاول في الاستغفار. لا تقول يعني سقطت اليوم خلاص أنا سوف يأخذ لا لا لا، حاول. ممكن أنك لا تحتاج إلى أن تأخذ سورة البقرة. لماذا؟ لأنه مثلا الاستغفار تعلمون الوسوسة التي تأتي فيه، كلكم تعلمون. يعني تأتي وسوسة نوعا ما، ويعني تحس يعني أن الناس يكرهونك، و يأتيك يعني أصوات يعني كأنه شخص يقول لك سوف يفعلون لك كذا، ويعني يخوفون أولياءهم الشياطين. فأنت ممكن أنك تخاف. في سورة البقرة ليست مرة واحدة، 4 مرات تصبح تلك الوسوسة أكثر، تصبح أكثر. فأنت إذا كنت لست متدرب في يعني المباراة الودية هذه، فسوف تسقط أكيد في المباراة النهائية. يجب أن يتدرب اللاعب أكثر وأكثر. فهمت؟ فحتى لا يقع. فأنت إذا كانت عندك سقطات كثيرة وتذهب إلى سورة البقرة وأنت في السقطات، هنا إشكال. فأنت يجب أن تقف على رجليك لتدخل المباراة الأخرى، وليس أنت ساقط جريح في الأرض وتذهب إلى مباراة الأخرى. لا، يجب أن تضمد جراحك وتذهب إلى المباراة الأخرى.
فهمت؟ هي لا أريد أن أفصل كيف تفهم يعني الاستغفار. كل هذه الحلقات التي حكيتها يعني عن الاستغفار مدة طويلة، وكل عطاءات بالاستغفار فقط فقط فقط. حتى يعني شوف يعني محمد حجازي قال يعني أنت إذا كنت تدخن راح يكون في عطاء بالاستغفار، ولكن لن يكون كالعطاء الذي يعني توقف عن التدخين. مثلا محمد لا توقف، يعني تم في الاستمرار في التوقف عن التدخين بعد يوم يعني فيه فرق كبير جدا. فإن شاء الله تكون وصلت الفكرة. فأنت أوقفت يعني الذنب كما قلت لكم 4 أيام. بدأت في قراءة سورة البقرة مرة واحدة، فطردت يعني الشياطين الموجودة في المكان الذي أتواجد فيه، وأحسست بنوع من الراحة. اعلموا أنني كنت غبي من السيد صفحات. السيد صفحات كان يعني قبل يعني الحلقات هذه، المرحلة هذه الاستغفار كان يقوم به بدون أذكار صباح والمساء والنوم، والحمد لله على كل حال. ولكن هذا لكي أعرف يعني ما معنى أذكار الصباح والمساء والنوم. لذلك ممنوع عليك أنت يا أيها المستغفر أن تتركهما، يسهلان ياسر كثيرا العملية. آسف للتحدث بالجزائرية. فأذكار الصباح والمساء يعني يصنعون حماية درع لك في مرحلة الاستغفار. فأنت وأنت تستغفر تبدأ ماذا؟ تبدأ كل مرة يعني تزيد برنامج جديد تدخله على نفسك. مثلا برنامج الصلاة، تصبح أنت منضبط في الصلاة، تصبح صلاة الفجر شيء عادي بالنسبة لك يعني بدون مجهود. يصبح مثلا عندك ممكن قيام الليل، ممكن أنت يصبح مثلا أذكار الصباح والمساء تصبح شيء عادي بالنسبة لك، وتصبح سريع. قراءتك القرآن تتغير، يصبح في بكاء في أشياء كثيرة. ف ومثلا انت تتدرب مثلا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فانت تصبح تعرف تتعامل مع الشخص الذي يسبك، حتى اللي يسبك يعني تعرفه بانه مسلوب الاراده، فانت لا تتفاعل مع العالم الخارجي كما قلت لكم. لذلك مرحله الاستغفار مهمه جدا. وكان يا حبذا لو اني استمر في التحدث فقط على الاستغفار، لانه الاستغفار هو المهم. لأنه هو يعني المدرسة الأولى. تتعلم في المدرسة الأولى، بعدين تذهب إلى سورة البقرة إذا أحبيت أنت تشوف آية أخرى. فهمت؟ فأنت أكمل آية الاستغفار. يجب أن تكمل آية الاستغفار وتفهم آية الاستغفار. فهمتني؟ يجب أن تصل إلى عطاءات الله تعالى. يجب أن يعني يكون هنالك إيمان. مثلا لماذا مثلا أنا كان يأتي واحد مثلا عادي يضحك علي، وممكن أشخاص يتحدثون في ظهري يعني بأشياء فظيعة جدا، فظيعة جدا أخي، فظيعة جدا، ولكن عادي لا أبالي، لأنه أعرف كل شخص فيهم مسلوب الإرادة ولا يستطيع التحكم في نفسه. ويعني ماذا تصبح أنت تنظر إلى الشخص الآخر على أنه الشيطان هو من يتحكم فيه ويريد أن يوقعك في ذنب. خلاص انا مثلا عندما تكون في مستغفر، شوف يعني عودت رجعتكم الى الاستغفار، كم هو مهم الاستغفار لكي تتعلم هذه النقاط. فانت عندما يكون مثلا يحاول شخص ان يستفزك، والدك كذا، اي شخص يريد ان يستفزك، اي شخص مهما يكون صفته، ابنك في العمل، اي شخص، هو شيطان يريد ان يوقعك في ذنب، لانه في ذنب واحد يذهب كل شيء. فانت في مدرسه الاستغفار تتعلم انك تتحكم في نفسك. والله اخوتي، بعد ما حدث في يوم عرفه اصبحت يعني مثلا اخشى على الناس ان نتحدث معهم في الاستغفار. انا اخاف عليهم، يعني انا عرفت انه شيء حق. وتصبح انت يعني خلاص يعني تعلم بان كل شيء مسرحيه، كل شيء يعني مثلا ممكن شخص يقول كلمه هكذا او هكذا، يعني شيء فظيع جدا. ففي مرحله الاستغفار تستفيد كثيرا من هذه الامورات، لانك سوف تواجهها. والله يا اخوتي، وصلت انه شخص مثلا ازعجني الى درجه انه جاء يعني وبصق عند رجلي، وهو لم يكن يعني في وعي، يعني هو كان شيطان يتحكم فيه. وعندما قلت له ما بك، قال لي لا عادي. فاعلم بأنه من يحاربك ليس إنسان. الإنسان هو عبارة عن شخص متحكم به. ففي مرحلة سورة البقرة إخوتي تحتاج إلى هذه المهارات. فنكمل في فيديو آخر إن شاء الله، واستمروا مع الاستغفار، لا تتسرعوا.